في خبر بكرة في الوطن، أزمة في تمرد حول دعم السيسي للرئاسة. الحملة تطالب بالحفاظ على وزير الدفاع كبطل قومي ومؤسسها يصر على ترشحه. عمرو حافظ وأحمد غنيم. أنا مش عارف دلوقتي إيه موضوع تمرد وإيه موضوع السيسي، عشان ما نفضلش نلعب في ملعب مش مطلوب إن احنا نلعب فيه دلوقتي. يعني لسه الراجل لا أعلن ترشيحه ولا لم يعلن، هيترشح ولا لأ. في حملات كتيرة جدا لدعمه. ايه الموضوع بتاع تمرد؟ ولاقي النهارده شبكات التواصل كلها شغاله انه في حد من تمرد قايل انه احنا مش هندعم السيسي وعايزينه يبقى وزيرا للدفاع ويبقى رمز. وبعدين هنا الوطن بتقول بكره لا، ده مؤسس حمله تمرد بيقول لا، ده انا هدعم السيسي. حسن شاهين المتحدث الاعلامي لتمرد قال ان اجتماعا ضم جميع القطاعات الفرعيه للحركه عقد امس جرى فيه الاتفاق على دعم مرشح مدني في سباق الرئاسه والابتعاد عن تدعيم اي شخصيه عسكريه حتى لو كان الفريق. معانا حسن شاهين. استاذ حسن شاهين، اهلا بيك يا استاذ حسن. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير. مساء النور. انتوا ليه عاملين مشكله حوالين الفريق السيسي يا استاذ حسن؟ لا مفيش اي مشكله ابدا يعني. طب بكره في الاخبار، بكره يعني بعض الاخبار في الصحف بتقول انه على لسان مثلا، ادي مثال مثلا لجريده الوطن، ازمه في تمرد حول دعم السيسي للرئاسه، وفي كلام على لسانك انك قلت ان في اجتماع عقد وبتدعمه مرشح مدني وليس عسكري. طيب احنا مثلا هنبدا من اول نقطه، وهي تصريحات زميلي محمود بدر احد المؤسسين معانا في تمرد من فكره دعم السيسي للانتخابات الرئاسيه. انا شايف ان التصريحات خرجت بشكل سريع منه، ويعني يعني احنا يعني حركه تمرد بشكل كامل بتعتبر التصريحات خرجت بشكل سريع وهي تصريحات شخصيه، لان حصل اجتماع ما بين مسؤولين القطاعات وما بين المكاتب التنفيذيه على مستوى الجمهوريه بشكل كامل في خلال الفتره اللي فاتت. يعني احنا كنا في جوله في الصعيد وما زلنا لسه في محافظه البحر الاحمر دلوقتي بفكره نشر حمله توعيه للدستور من حمله نعم للمشاركه اللي دشنتها تمرد، وكنا في لقاءات مع كل المكاتب التنفيذيه على مستوى الجمهوريه، وكان الاتفاق على فكره ان من الافضل الا يترشح الفريق السيسي الى رئاسه الجمهوريه، بحيث ان هو يحافظ على صورته كبطل شعبي ادى واجبه الوطني تجاه اراده الجماهير في 30 يونيو، ولكن اذا قرر دخول المعادله السياسيه فعليه ان يتقبل النقد ويتقبل المحاسبه، لان في اللحظه دي هو هيبقى يعني موظف عند الشارع المصري، رئيس الجمهورية. من المفروض ان هو يقدم برنامج، ومن المفروض الناس تقرر هل البرنامج ده اتطبق ولا ما اتطبقش. تمام. ده الراي السائد بالاجماع في حركه تمرد بشكل كامل. الموضوع ليس بخلاف وليس بان في مشكله او ازمه، هو في تصريحات خرجت بس بصوره سريعه جدا، وموقف الحركه بشكل كامل اللي انا قلته اللي هو فكره الا يترشح الفريق السيسي لرئاسه الجمهوريه ده من الافضل حفاظا على صورته، وكان توضيح راي الحركه لابد منه، لان ده راي بالاجماع، راي المكاتب التنفيذيه ومسؤولين القطاعات ومسؤولين اللجان داخل حركه تمرد، وكان لازم يوضح الصوره دي. يعني انت بتعتبر ان تصريحات محمود بدر بخصوص دعم تمرد لترشح السيسي للرئاسه انها تصريحات شخصيه؟ مش انا كحسن شاهين، انا بتكلم عن تمرد، انت بتقول كده. يعني الحركه بشكل كامل بتعتبر ان تصريحات محمود بدر خرجت بصوره سريعه. طب شوفوا لي محمود بدر يا شباب. جدا، ويعني ما كانش فيه اتفاق مسبق عليها، وده نظرا لان احنا عارفين ان محمود مشغول طبعا، كان في لجنه ال50 ومشغول في كذا حاجه، بس انا بقوم بدوري في التنظيم وفي يعني التنسيق مع المكاتب التنفيذيه على مستوى الجمهوريه بشكل كامل. وكنا في الصعيد وما زلنا زي ما بقول لحضرتك، كنا بنعمل لقاءات موسعه مع المكاتب التنفيذيه، وفي الاخر وصلنا لهذه الفكره وهذا الراي بالاجماع، وهو من الافضل الا يترشح الفريق السيسي لرئاسه الجمهوريه لحفاظا على صورته كبطل شعبي ادى واجبه في 30 يوم. طيب القرار ده اما اتاخد، هل محمود بدر علم به؟
لا للاسف محمود بدر يعني ما عرفش القرار دوت نظرا لانشغاله، يعني زي ما بقول لحضرتك. ما خلاص لجنه ال50 خلصت يا استاذ حسن. ايه؟ ما لجنه ال50 خلصت، يعني مشغول بايه؟ هل باعداده للترشح للبرلمان، ولا في حاجه تانية التمرد بتقوم بيها؟ لا ممكن حياته الشخصيه مثلا او حاجه، هم ماشي، كانوا مشغولين نحترم في حياته لجنه الشخصيه. ال50 في فتره لا، كبيره، نحترم حياته واكيد الشخصيه. لازم ياخدوا قسط من تمام. الراحه. يعني لم يختار محمود بدر لم يختار محمود بدر بالقرار، ولم يختارنا محمود بدر بتصريحاته التي خرجت بشكل سريع، ولكن انا شايف ان الموضوع ما فيش اي ازمه ولا في اي خلاف. احنا جميعا زملاء داخل حركه واحده، حصل سوء تفاهم في التصريحات، ولكن احنا مؤمنين ان الحركه لا هي محمود بدر ولا هي حسن شاهين ولا هي محمد عبد العزيز، لا الحركه عباره عن مكاتب تنفيذيه على مستوى الجمهوريه بشكل كامل، ومسؤولين قطاعات ومسؤولين لجان، لازم رايهم يكون ممثل، ما ينفعش رايهم يكون مهمش، واذا اتخذوا قرار علينا جميعا ان نلتزم به. استاذ حسن، ده كلام نهائي بالنسبه للتمرد؟ ده كلام نهائي بالاجماع بالنسبه لقرار حركه تمرد الصادر من اجتماعات المكاتب التنفيذيه على مستوى الجمهوريه ومسؤولين القطاعات ومسؤولين اللجان. من الافضل الا يترشح الفريق السيسي لرئاسه الجمهوريه حتى يظل حفاظا على صورته الشعبيه كبطل شعبي ادى واجبه 30 يونيو. يا استاذ حسن، سؤال خبيث شويه. اذا تمسك محمود بدر وهو من المؤسسين برؤيته لدعم الفريق السيسي للترشح للرئاسه، انا ما سمعتش السؤال بس يا استاذ جابر. سؤال خبيث شويه بقول لك. لا ما سمعتوش. بجد والله. اذا تمسك محمود بدر وهو من مؤسسي حركه تمرد بكلامه وبدعمه للفريق السيسي في حال ترشحه للرئاسه، ده يعتبر وقت ساعتها رأي شخصي ليه، ولكن علينا جميعا ان نلتزم بقرار الحركة. يعني النهاردة لو انا شخصيا رأيي الشخصي يخالف قرار الحركة فالتزم بيه كرأي شخصي. وعلينا الالتزام واصدار قرار الحركة الصادر والنابع عن ارادة المكاتب التنفيذية ومسؤولين القطاعات، لان الحركة يعني فيها تنظيم من بعد 30/6 احنا شغالين عليه، واصبح في مكاتب تنفيذيه الجمهوريه لازم رايها يكون ممثل. يعني ده قرار نهائي. ده قرار نهائي، ويعني ليس نقصا وعيبا من الفريق السيسي ان يترشح. لا دي وجهات نظر. لا وجهات نظر. وجهات نظر. هي الموضوع كله وجهات نظر. ولكن احنا متفقين ان هذا الرجل ادى دور وطني في 30 يونيو وهو بمثابه البطل الشعبي. ويعني خوفا على صورته وحفاظا على صورته احنا بنقول يعني خليه يحتفظ بالصوره الشعبيه التي اكتسبها من انحيازه لاراده الشعب المصري، والا يدخل المعادله السياسيه. تمام. اشكرك في نقطة بس أنا حابب أنوه عليها يا أستاذ جابر. هي إن علاء نبيل مسؤول لجنة الشؤون الإدارية والعضوية في حركة تمرد تم إلقاء القبض عليه منذ 3 أيام، وهو موجود في اسم السيدة زينب، وده قبض تعسفي لأن هو كان واقف بيصور لجريدة فيها تحت التمرين المظاهرات اللي كانت موجوده، واتقبض عليه وهو واقف على الرصيف وبيتعامل يعني معامله سيئه جدا داخل الاسم. اسم ايه؟ اسم ايه يا استاذ حسن؟ اسم السيده زينب؟ موجود داخل اسم السيده زينب، وهو عضو حركه مسؤول لجنه الشؤون الاداريه والعضويه علاء نبيل. مسؤول لجنه الشؤون العضويه. تمام. الشؤون الاداريه والعضويه علاء نبيل قبض عليه، وده حركه تمرد، قبض عليه اول امبارح من 3 ايام، وهو موجود دلوقتي في اسم السيده زينب. في اسم السيده زينب. طيب، وما حاولتوش تكلموا الاسم ولا حاجه وتشوفوا الموضوع ايه؟ لا كلمنا الاسم وفي ناس راحت له ودخلوا له اكل طبعا، بس انا شايف النهارده ان قبض تعسفي على اعضاء تمرد وعلى بعض الاعضاء بعض المسؤولين. هو يعني ايه التهمه الرئيسيه اللي حتى الان لا فيش تهمه رئيسيه موجهه ليه، هو محتجز بدون تهمه رئيسيه موجهه ليه حتى الان. يعني المحضر مكتوب فيه ايه اللي انتم شفتوه؟ المحضر مكتوب فيه ان هو تم القبض عليه من على الرصيف امام مجلس الوزراء، وبيتهموه ان هو كان بيقاوم سلطات وكان بيعتدي على منشآت، والكلام ده خاطئ جدا. الكلام ده لم يحدث. حركه تمرد طول عمرها حركه سلميه وما زالت بتلتزم بالسلميه، وارائها كلها بتعبر عنها بطريقه سلميه، واحنا مش دعاة عنف ابدا على الاطلاق. طب استنى يا استاذ حسن دقيقه واحده معايا. يا عم محمود، ازيك يا استاذ جابر؟ اخبارك ايه؟
كله تمام. انت بتتجوز ولا ايه؟ لا والله امال انا قافل موجود. الموبايل ليه انا مش طيب؟ عارف بس حسن هو اللي مختفي فين. خليني ادخل بس في الموضوع على طول. طيب. رقم واحد، ما نشر في جريدة الفجر الجزائرية هو صحيح تماما. وعلى لساني انا فعلا قلت انا بشكل شخصي ادعم الفريق عبد الفتاح السيسي. بشكل شخصي. سامعني؟ قفل يا شباب ولا ايه؟ الخط قطع. طيب. حسن، يبدو انه كلامك اللي كنت بتتكلم فيه في قبل مداخلة محمود، يبدو ان هو انت قلت بشكل شخصي. طيب معايا. محمود، انت بتقول بشكل شخصي. استاذ جابر. انت بتقول لي بشكل شخصي مش كده؟ وقلت هذا وفي اكثر من برنامج تلفزيوني. تمام. لكن ما قاله زميلي حسن شاهين غير صحيح بالمره وكذب وافتراء، من انه المكاتب بتاعه تمرد اجتمعت وخدت قرار بدعم مرشح مدني وعدم دعم الفريق السيسي. ليه بقى؟ لانه بيقول لي سيادتك دلوقتي ان هو في البحر الاحمر، وكان من قبليها باسبوع موجود في الصعيد. اجتمعت المكاتب الاداريه. اثنين، انا لم اخطر بهذا الاجتماع، ولم يخطر به الزميل محمد عبد العزيز، ولم تخطر به الزميله مي وهبه، ولم يخطر به الزميل مصطفى السويسي مثلا منسق السويس، وكثير جدا من منسقي المحافظات لم يختاروا بهذا. فكيف اخذوا القرار؟ اللي ما لا يعلمه حسن شاهين واللي لازم يبقى واضح انه احنا في حركه تمرد واخدين قرار المكتب السياسي بانه لن يفتح حركة تمرد كحركة هتبقى مين، وهو كان حاضر وكان موجود في هذا الاتفاق اللي قعدنا وقلناه. حركة تمرد لن تعطي دعمها لمرشح الآن، واحنا بنشتغل بالترتيب. احنا نزلنا في 30/6 قلنا نسقط محمد مرسي والإخوان المسلمين، عملنا خريطة طريق بتقول الدستور أولا. كنا زمان يا استاذ جابر في 25 يناير 2011 مشكلتنا مع المجلس العسكري انه ما عملش الدستور اولا ونضلنا عشان كده. فلما نيجي نكتب الدستور اولا ونقول ننشغل الان بان احنا ندعو الشعب المصري للتصويت على الدستور والخروج، فحد يدخلني في اشكاليه وخناقه معركه رئاسه وهندعم مين ونحسم موقف، فده طريقه خاطئه في الاداره. لكن الصحيح ان احنا نحكم الاول بمرحله الدستور، ثم بعد ذلك ندخل في مرحله الرئاسه ونقعد ونقرر. وعشان كده انا كنت صريح في كل تصريحاتي يا اخوانا من المبكر الحديث عن موضوع الرئاسه، لكن انا كمحمود بدر بشكل شخصي هدعم الفريق عبد الفتاح السيسي في حاله ترشحه. وساعتها كمان هنقعد ونشوف مين المرشحين. لو منهم عبد الفتاح السيسي فمحمود بدر، واعتقد وليس بقليل حركه تمرد في المكتب السياسي هيطرحوا اسمه وهناخد تصويت بشكل ديمقراطي، واضعين في الاعتبار ان حركه تمرد دي جمهورها مختلف تماما عن كل الحركات الشبابيه. جمهورها هو الشارع المصري اللي هي بتأثر بأوامره، الناس العاديه اللي مبسوطه من ادائنا وبتقول لنا ادائكم كويس، انتوا ماشيين في الطريق الصحيح. فاحنا مش مضطرين في وقت زي ده نقول تصريحات تستعدي قطاعات واسعه من الشعب المصري، زي ما نطلع نقول ان احنا اخذنا قرار بان عبد الفتاح السيسي الافضل انه يبقى وزير الدفاع. انا بقول لك هو ده رايك انت الشخصي وراي من كانوا معك في المؤتمر الشخصي وطلعت بيان بده ولا قلت الكلام ده. لكن الصحيح والواقع ان الشارع المصري مثلا ناس كتير منه عايز عبد الفتاح السيسي، والصحيح والاوقع بقى ان احنا عندنا دلوقتي معركه اسمها معركه الدستور، واي خروج عن هذه المعركه اعتقد انه لا قيمه له ولا يليق بنا ان في هذا الوقت. وانا مش هطول كتير يا استاذ جابر. انا بس جاوب بس على السؤال ده معناه انه في خلاف جوه محمود؟ ما هو معناه انه اصر انه يوضح الخلاف ده ويطلع يقول ويتكلم في جرايد وتلفزيونات، رغم انه ببساطه شديده ان انا قلت ان هذا رايي الشخصي. ولو رجع مثلا قلت في برنامج الاستاذه رانيا بدوي يجيب التسجيل وقلت ان هذا راي محمود بدر وليس راي حركه تمرد. ما هو قال ان ده رايك الشخصي. ناخد موقف مضاد فهذا شيء غلط، وان انت تطلع تصرح في هذا التوقيت لا معنى له. احنا معركتنا الان معركه الدستور. البيان اللي انت طلعته على مسؤوليتك الشخصيه بشكل واضح، وانا مش مستعد انجر الخلاف. احنا ماشيين دلوقتي في طريقنا على خاطر الدستور وبعدين لكل حادث حديث. بشكر حضرتك يا استاذ جابر جدا. طيب استاذ حسن.
يا أستاذ جابر، انا نقطتين بس في عجاله. اتفضل. يا صديقي،